جبت 50%، جبت 30%. الشاطر اللي هيعرف يجيب حوت او اسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيه، عايز أقول لك مثال بس صغير كده في البداية. تخيل إن أنا يوسف عايز أبقى رئيس الجمهورية، ولكن أنا مقابل إن أنا هبقى رئيس الجمهورية هيبقى في تضحيات كتير جدا. خلاص تمام، مكتوب كده، يعني ربنا كاتب إن أنا إن شاء الله لو أنا بقيت رئيس الجمهورية أنا يعني هيبقى قصادها إن أنا هاخسر حد عزيز عليّا جدًا، إن أنا ممكن يجرى لي حاجة، ممكن صحتي يعني تروح حرفيًا، هاعيش حياتي في هَم، في غَم، الكلام من ده كلّه. يعني أنت ما تعرفش، أنا مكتوب لي كده، ولكن في قدر تاني إن أنا مش هاكون رئيس الجمهورية، ولكن إن أنا ربنا عاين لي خير كبير جدًا، إن أنا أبقى غني، وإن أنا أبقى صحتي كويسة، وإن أنا يعني حرفيًا أعيش سعيد في الدنيا وأدخل الجنة والكلام من ده كلّه، أنت فاهم دماغي؟ فأنا كيوسف أنا ما أعرفش إن في قدر تاني زي كده. وانا بقول لك الكلام ده ليه او كده علشان خاطر ان شاء الله اما النتيجه بتاعتك تظهر انا مش عاوزك تبص تحت رجليك وتفكر تفكير صغير قد كده ويبقى عقلك صغير. حلو. فانت ربنا سبحانه وتعالى يعني هيختبرك ساعه النتيجه. اذا انت كنت هتصبر وتحتسب حتى يعني انت لو ما جبتش مثلا الكليه اللي انت نفسك فيها، وبرضه بيختبرك في الشكر انك مثلا لو جبت النتيجه اللي انت نفسك فيها فانت تحمد ربنا وتشكر ربنا وتقوم تصلي ركعتين حمد وشكر ربنا والكلام من ده كله. فانا مش عاوزك يعني حرفيا تكون متشائم وانا خايف ما اجيبش وما اعرفش ايه. ليه انت خايف؟ ليه خايف يا حبيب قلبي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وبالتالي ان انت لازم تكون واثق في ربنا ويعني حرفيا وظن فيك ظن الخير. النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما متفائل، كان بيكثر من كلمه ابشر. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني حرفيا يعني انت فاهم يعني. ليه انت تخاف بقى؟ ليه انت تخاف وليه تفكر التفكير الصغير ده؟ تمام. يعني انا جاي لك في الفيديو ده وانا يعني انا جاي هموتك يعني. فاللي هو ما تفكرش تفكير تحت رجلك. انا قلت لك اهو ده رقم واحد. رقم اتنين بقى يا حبيب قلبي، انا زي ما قلت لك ان انت ممكن تجيب الكليه اللي انت نفسك فيها، ولكن في المقابل ان انت هتخسر حاجات كتير قوي سواء بقى كانت صحتك او تمام. حلو. ولو عرضت عليك الاقدار القدر اللي انت نفسك فيه واللي ربنا كاتبه لك، فهتلاقي مثلا انك مش هتدخل الكليه اللي انت نفسك فيها، ولكن في المقابل انت هتبقى غني في وقت من الاوقات، هتبقى مبسوط طول عمرك، هتبقى بصحتك طول عمرك. ربنا هيعوضك حرفيا في حاجات تانية انت ما انتش عارفها. فساعتها انت لو اتعرض عليك القدرين فانت هترمي كليتك دي على جنب. اصلا كلية ايه وهبل ايه اصلا والله العظيم. انا ليا ناس صحابي مثلا كانوا جابوا نتيجه ما كانش اللي نفسهم فيها اصلا و... وحرفيا دلوقتي باجي اقول لهم هو انت لو رجع بيك الزمن هتدخل الكليه اللي انت كان نفسك فيها؟ يقول لك ابدا، ده انا لو كنت دخلتها اصلا انا ما كنتش همشي فيها. والله العظيم بيبقى ردهم عليا كده، انا ما كنتش همشي في الكليه دي اصلا. ليه بقى؟ إيه افكر بقى واقعد اعيط واتعب وازعل نفسي ليه؟ انا مش بقول لك كده على اساس انا بقول لك انت مش هتجيب ولو ما جبتش تعمل ايه، لا انا بقول لك ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب وتدخل الكليه اللي انت نفسك فيها وتجيب النتيجه اللي انت نفسك فيها وتبدع في مجالك وفي الكليه اللي انت نفسك فيها والكلام ده كله. انت فاهم قصدي ازاي؟ بس انا عايزك تروق كده، روق بالك. انت خلاص بقيت طالب جامعي، انت كده كده بقيت طالب جامعي. انا دلوقتي بتكلم صح انا خريج يعني، انا اسف كنت راح اقول لك بكلم واحد زميلي بس يلا ما علينا. المهم يعني انا بكلم دلوقتي طالب جامعي. خلاص كلها شهر ونص وهتدخل الجامعه وهتعيش بقى حياه تانية خالص مختلفة عن الثانوية العامة. لما تدخل الكلية حرفيا هتقول إيه الثانوي ده لعب عيال أصلا، إيه الهبل اللي إحنا كنا بنذاكره ده؟ يعني بعيدا ان انا بقول لك ثالثه ثانوي ضغطها مش كويس، هي مشكله ثالثه ثانوي كلها في الضغط. فبس فبيجي بقى ناس كتير تيجي تقول لك مثلا انا عايز اعيد السنه، انا عايز اعمل تحسين، أنا الهبل ده كله اوعى. تمام، ده هتبقى اكبر غلطه عملتها في حياتك، ده لو ينفع اوعى تعملها. خلاص تمام، يعني حرفيا هتبقى اغبى خطوه انت اخدتها في حياتك. فما تعملهاش يعني انت ممكن مثلا انا مثلا جايب نتيجه مش عجباني اروح اعيد السنه واجيب نتيجه اوحش من النتيجه الاولانيه، فانت ضيعت صحتك وضيعت سنه من حياتك يعني. فبيبقى خطوه هبله وعبيطه. اوعى تسمع كلام حد، اسمع كلام انا. تمام، اوعى تسمع كلام حد، اسمع كلامي. ف... فبس بصفتي ايه؟ مش بصفتي حاجه والله، يعني بصفتي ان انت بتحبني يعني المفروض يعني. ف... فبس فانا عايزك تتفائل وتبقى مبسوط. وانا جاي لك اصلا في الفيديو ده عشان والله يعني استنى كده. ماشي، شوف بس انا صورت قد ايه عشان خاطر بس ما اطولش قوي يعني. إيه، انا جاي لك مخصوص عشان اقول لك تفائل وخليك مبسوط
وعيب قوي لما انت تشوفني اصلا وتبقى متشائم، والله عيب يعني بجد. ف فربنا يوفقك يا حبيب قلبي يا رب، ويكرمك وتدخل الكليه اللي انت نفسك فيها، ويعني وربنا يكتب لك الخير، ربنا يكتب لك الخير يا رب. فبس ما تضايقش نفسك وما تزعلش نفسك من دلوقتي، وما تقعدش توتر نفسك. انا عارف والله، أنا عارف وغصب عنك وكلام من ده كله، ولكن انت اكبر من كده وانت شخص جميل، ومش النتيجه هي اللي هتقيمك. وهتيجي تبص لما النتيجه تظهر هتلاقي ناس اصلا ما كانوش يعرفوا ان انت في ثالثه ثانوي، وفجاه انت جبت كام في الميه. انا كنت في وقت من الاوقات كنت انا ماشي، انا كنت جايب 95 ونص، فحد قابلني في الشارع بيقول لي انت جايب كام؟ قلت له 95 ونص. لقيته يقول لي بس ده انا قريبي جايب 99%. لقيته بيعمل لي كده، فقلت له ربنا يوفقه يا حبيبي. اقول له يعني ربنا يوفقه، يعني انا ما فيش في ايدي حاجه يعني اقولها. ف يعني هقول له ايه؟ انت فاهم؟ انت مالك اصلا؟ يعني انا اجيب 95 ونص ولا اجيب 0%؟ انت مالك؟ فبس فانت هتلاقي ناس كتير هتقعد تتدخل في اللي ملهاش فيه، وهتلاقي بقى ناس اصلا فجاه طلع لك عمه جديده انت ما كنتش تعرف اصلا ان هي عمتك، وفجاه تيجي تقول لك ما تدخل كليه كذا يا شيخه، مالكيش دعوه، مالكيش دعوه، انت فاهم؟ ف المهم، و اللي هو ايا يكن النتيجه اللي هتجيبها خليك مبسوط. ولو في حد كبير بيسمعني، اب او ام يعني والله اعلم، ممكن يعني مش بعيد، اتمنى انت شفت ابنك او بنتك تعبوا طول السنه وذاكروا كتير جدا، فما تجيش انك انت مثلا تزعلهم، انت فاهم؟ ايا يكن النتيجه، لا بالعكس، ده انتوا تفرحوهم وتكونوا فخورين بولادكم ان هم ذاكروا وعملوا اللي عليهم. والنتيجه دي ارزاق، كل واحد مكتوب له رزقه، فما ينفعش ان احنا نعترض على ارزاق ربنا ايا يكن الرزق ده ايه. فبس دايما تقول الحمد لله. وانا عايزك النتيجه بتاعتك اما تظهر، جبت نتيجه عاليه نتيجه مش عاليه، ادخل بارك لاصحابك وخليك مبسوط والكلام من ده كله، انت فاهم؟ وبس. ف اقابلك في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله بعد النتيجه يعني. فبس المفروض ان انا كنت اصور الفيديو ده من كام يوم، بس ما صورتوش الصراحه يعني. انت فاهم انا مشغول، يعني مشغول شويه يعني الصراحه. بس المهم افرح وابتسم وبس. ف يلا سلام.